عملنا بسطرمه حلوه قوي بطريقه سهله وبسيطه، وكمان السوا بتاعها طالع روعه، ريحتها حلوه قوي، وبجد بجد افرس واجمل واحلى من المحلات. عايزه اوريكم شكلها كمان. انا قطعتها بقى وحفظتها في علب كده. طبعا شلت بقى الكفر اللي بيبقى هنا دوت، ونضفتها حلو قوي وخليتها كده، يعني لما عاوز منها اخرج من الفريزر نحفظها في الفريزر. شايفين بقى الكميه قد ايه حلوه؟ شايفين الجمال؟ شايفين يا حبايب قلبي؟ طريقه سهله وبسيطه وما خدتش اي وقت خالص، وعملنا اجمل بسطرمه. شايفين الجمال؟ تعالوا بقى كده مع بعض نشوفوا عملنا من البدايه ايه والنتيجه الحلوه دي. فين السوا يا حبايب قلبي؟ حلوه قوي وريحتها جميله وطعمها جميل قوي. ما تيجوا كده مع بعض نشوف بقى عملنا العظمه دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني خالص. يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي كلنا بنحبها وبنعشقها، طبعا البسطرمه. وهنعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه ومضمونه كمان يا حبايب قلبي. وطبعا كلنا عارفين ان هي غاليه بره قوي، فهنعملها في البيت ان شاء الله باذن الله، وهتظبط معانا وهتبقى حلوه قوي، وكمان هتبقى افضل ما نشتريها، كمان افضل كتير. معايا بقى كده 2 كيلو قطعيه اللحمه بتبقى من الفخده، وممكن تعملي كمان اللي هو الروز بيف او اي حاجه انت بتحبيها، بس انا شايفه القطعيه دي حلوه قوي ناعمه. والحته دي بتبقى اسمها بطيخه تقريبا، بتبقى في الفخده، والجزار قال لي دي افضل حته، بتبقى ناعمه خالص وبتبقى حلوه، وفي البسطرمه هتبقى حلوه قوي. طريقتها ان شاء الله باذن الله تعجبكم يا حبايب قلبي، واي جزار ممكن تقولوا له على القطعيه دي يديها لك. جبتها بقى وشلت كل الزيادات اللي بالشكل دوت، زي ما انتم شايفين الجلد اللي بيبقى ابيض دوت شلته كده. وطبعا مش هنستغنى بقى عن الحاجات اللي احنا خرجناها دي، هندخلها بقى في المفروم، يعني ممكن نعمل بيها همبرجر، ممكن نعمل بيها لحمه مفروم، اي حاجه يعني. نضفته بقى زي ما انتم شايفين. عايزه اوريكم كمان ان انا ما خليتش اي جلد خالص، عشان نوصل الملح لكل حته في اللحمه بتاعتنا، عشان تنزل كل السوائل اللي في قلبها. ومعايا بقى سكينه رفيعه بالشكل دوت، وهعمل فتحات كده. عايزه اوصل الفتحه لحد الطبقه من جوه زي ما انتم سامعين كده بالشكل ده يا حبايب قلبي، عشان الملح بتاعنا يعني يخش جوه اللحمه كده، وينزل اي سوائل موجوده جوه بالشكل دوت. نعمل بقى فتحات هنا كلها كده. شايفين؟ طريقه مضمونه وحلوه قوي. وطبعا لازم نقعد 24 ساعه في الملح، يعني احنا هنعمله دلوقتي، انا بعمله بالليل دلوقتي، وبكره بقى هنعمل له الخلطه اللي بتبقى من بره دي. هنعمل خلطه حلوه قوي برده هتعجبكم، وهتبقى شبه بره بالظبط، مش هتختلف حاجه. كده تمام. فتحته كله. ومعايا بقى كده حته قماشه وتكون نظيفه، يعني تكوني مستغنيه عنها يعني تستخدميها حاجات زي كده. هناخد بقى كميه من الملح، نحط كميه من الملح حلوه بقى بالشكل دوت. نزلت كميه ملح محترمه بقى زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه الملح. وطبعا كنا الاول بنستخدم الملح الخشن للبسطرمه، بس الملح الخشن مش بيوصل جوه، يعني الفتحات اللي احنا عملناها دي مش بيوصل جوه. الملح الناعم دوت بقى ايه، بيوصل جوه اسرع من الملح الخشن. هناخدها بقى كده ايه، ونغلفها تغليفه تمام خالص بالملح كده بالشكل دوت. اهم حاجه بقى التغليفه دي، واهم حاجه الميه بقى اللي هي هتنزل منها، يعني هي دي اهم حاجه. وطبعا بنقعدها 24 ساعه، يعني انا بعملها دلوقتي بالليل، بكره بقى ان شاء الله باذن الله هعملها معاكم. هناخد المراحل كلها مع بعضها، وهوريكم الفيديو بقى في النهايه ان شاء الله باذن الله، واحنا بنقطعها كمان هتعجبكم قوي. كده تمام خالص. هناخد شويه ملح كمان. انا لقيت العلبه يعني مرمطاني فقلت الطبق افضل كتير. وهناخد بقى كده وهنكبسها بالشكل دوت، هلفها كده كده يا حبيب قلبي. اهم حاجه بقى ان احنا نعملها كده. انا كنت بلفها بالطول فلقيت افضل كده، عشان خاطر انا عايزه اوريكم برضو عشان تبقوا معايا في كل حاجه. انا لفيتها بالطول كده فلقيت الملح بدا يخرج من هنا ومن هنا، والدنيا اتبهدلت خالص. فانا افضل حاجه ان احنا نلفها بالشكل دوت، يعني زي ما انتم شايفين كده. هناخد بقى الطرف دوت، اهم حاجه بقى الملح كده. هناخد بقى الطرف ده، وناخد كميه من الملح برضو كده، وهناخد دي كده، وهنبرمها بقى بالشكل دهوت زي ما انتم شايفين. شفتوا بقى عملناها ازاي؟ هنجيب بقى حاجه كده نحطها عليها،
معانا بقى كده صينيه الفرن يا حبيب قلبي، وكمان الشبكه هناخدها بقى كده. ممكن بقى لو انتي عندك حاجه يعني مصفى تكون كبيره عادي خالص، مفيش اي مشاكل. انا اهم حاجه عندي ان هي تصفي بقى كل الميه بتاعتها طول الليل زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. هاخد بقى كده صواني الفرن دي، وطبعا تقيله خالص صواني الفرن زي ما انتم شايفين كده. هناخد بقى صواني الفرن دي ونثبتها كده بالشكل دوت، واحط كمان الهون ده كده. انا عايزاها تبقى في حاجه تقيله ضغط عليها عشان الملح كمان يخش جوه اللحمه، وتاني حاجه كمان تنزل هي كل السوائل اللي فيها، مش عايزه يبقى فيه سوائل خالص. وان شاء الله باذن الله نشوف كده مع بعض النتيجه بكره ان شاء الله، وكمان نعمل لها بقى الكفر النهائي، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم الطريقه حبيب قلبي. نشوف مع بعض بكره ان شاء الله. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ انا طبعا تبلت البسطرمه بتاعتنا امبارح الساعه 12، ودلوقتي الساعه 12، يعني انا سبتها كده 24 ساعه بالظبط. وطبعا انا كنت حاطه حاجات كتير قوي شلتها علشان خاطر اوصل بقى للنتيجه دي. زي ما انتم شايفين كده حبيب قلبي، نزل ميه كتير خالص، اي سوائل كانت جواه نزلت بالشكل دوت. واهم حاجه ان احنا نحطه بقى على شبكه او راك بالشكل دوت علشان خاطر ايه، ينزل اي سوائل جواه. وانا عايزه اوريكم بقى الشكل. انا بقى ايه يعني، انا كنت كل ما اخش المطبخ ولا حاجه اديله تقليبه، اشيل الحاجه واحطه على الجنب التاني كده. كنت بقلبه وهو زي ما هو كده ايه في اللفه بتاعته. دي اللفه اللي احنا لفينها من امبارح. شايفين طبعا اللون اتغير خالص، لون اللحمه اتغير خالص. شايفين كده. هننزل بقى الملح ده كله ندي كده شطفه حلوه قوي، وننزل جميع الملح ده، مش عايزين اي ملح خالص. وبعد كده ايه ننشفه مع بعض. انا هشطفه وارجع لكم. شطفته بقى كده يا حبيب قلبي حلو قوي خالص. اتخلصت من كل الملح اللي بره، وطبعا الفتحات اللي احنا عملناها دخلت الملح لحد جوه بقى. وشايفين ده دليل على اللون بتاعه، شايفين اللون بتاعه عامل ازاي. وبرده يعني ما اخدش الوضع اللي هو يعني مكبوس كده، لا انا كنت كل شويه بديله تقليبه فادانا الشكل الحلو دوت. هحطه بقى كده، ومعايا سكينه بقى هعمل فتحه هنا عشان خاطر نعمل الحاجه اللي احنا هنعلقه منها. يعني طبعا هو بيقعد، يعني وصلت السكينه هنا كده. ممكن بقى تبقى دبارة، يعني اي خيط عندك ولا اي حاجة. انا هعمل بقى دوت الشكل دوت، هوصله بقى لحد جوه، هضغط عليه كده لحد ما نوصله كده. ايوه بالشكل دوت. ناخد بقى السكينة كده، انا اخدته بقى كده، شفتوا انا وصلته ازاي كده، وحاجة تكون محملة جامد بالشكل دوت. هربط بقى دخل كده، وهربطه ربطة كويسة. طبعا هيبقى بالشكل دوت، لازم نعلقه كده. طبعا انا هسيبه بقى قد نص ساعه كده لما يصفي الميه بتاعته خالص على المصفى كده. وانا طبعا عملت الحاجه اللي هو عملت بقى كده يا حبيب قلبي، الحاجه اللي هو هيتعلق منها بالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده. يعني عملت 2 علشان يبقى ممسوك من دي، وانا هعلقه بقى كده في المطبخ بالشكل دوت كده. فانا عايزاه يبقى كده. هسيبه بقى يتصفى شويه، بعد كده نروح نعمل بقى الكفر اللي بيبقى الخارجي. انا بقى كده حبيب قلبي الكفر الخارجي، وهو اساسه الحلبه المطحونه والكمون، ومعانا بقى الثوم والشطه اللي هي ايه الشطه الحمراء دي. لو مش حابين شطه حراقه عادي خالص ممكن نحط الفلفل الحلو الاحمر. ومعانا بقى هنا البهارات بتاعتنا، معانا معلقه كبيره بابريكا، معلقه كزبره، ومعانا معلقه ملح، ومعلقه اللي هو الكباب الصيني البهار الحلو. يعني كله معالق كبيره، 4 معالق معانا كده. ومعانا كميه محترمه كده من الثوم. وهناخد من هنا 3 معالق حلبه و3 معالق كمون. وانا جايبه الكمون دوت ايه مش بشطه ولا كزبره ولا حاجه، يعني كمون ساده كده. هننزل بقى كده بالثوم. وانا هعمل بقى الخلطه بتاعتنا في الخلاط عشان ايه، يعني لو عندك هاند بلندر عادي خالص مفيش اي مشاكل ممكن تستخدميه. هننزل كمان بالشطه، وهننزل بالبهارات الحلوه بتاعتنا. وانا بحب ريحه البهار الحلوه قوي عامه في كل التتبيلات. واهم حاجه بقى هو الكمون يا حبيب قلبي. معانا كده 3 معالق كمون، مش هنحط اي بهارات ولا اي حاجه تاني خالص. كده 3 معالق. وهناخد 3 معالق برضو حراميه كده من الحلبه، وانا جبت الحلبه هنا وطحنتها في البيت بالشكل دوت 3 معالق.
هنحط بقى هننزل كده بربع كوبايه ميه، شويه صغيرين بس يضربوا الايه كل الحاجات دي معانا. ده شكل الخليط يا حبايب قلبي بعد ما انضرب. يعني انا حسيت ان هو يعني الخلاط كان واقف كده ومش راضي يضرب، فحطيت له زي ايه، خليتها يعتبر كوبايه الا ربع ميه. وبرده الخليط تقيل خالص معانا زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى كل حاجه في الخلاط كده بالشكل ده، شايفين الريحه حلوه قوي. نزل بقى كده، خلصنا بقى كده يا حبيب قلبي. وده شكل الخلطه بتاعتنا. يعني حتى لو فاض مننا ممكن نحتفظ بقى في الفريزر نعمل بيها مره تانية. زي ما انتم شايفين كده حلوه قوي. وطبعا احنا هنغلفه بقى حلو قوي. وكمان عايزه اوريكم ان هو دليل على ان انا سبته ساعه على ما خلصت بقى الخلطه بتاعتنا وعملتها وكده. سبته بقى نشف. بصوا المنديل مش مبلول ولا اي حاجه خالص اهو، وهو نشف تمام خالص، ما فيهوش اي ميه ولا اي زوايد. هناخد بقى من الخلطه بتاعتنا الحلوه دي زي ما انتم شايفين كده، وهناخد ونعمل طبقه كده. شايفين كده يا حبيب قلبي بالشكل ده. ولما نحس ان احنا محتارين ولا حاجه نقلب بايدينا كده شويه ميه ناخد كده. شايفين الجمال؟ هي اساسا الخلطه حلوه قوي وبتتكلم. هناخد بقى ونغلفه كده. خلصنا بقى كده يا حبيب قلبي. ولما يعني لو حسينا، هو عامة التوم بيبقى مادة لزجة، يعني شايفين كده. هو اساس التوم بقى في التتبيلة هو اللي بيدينا الكفر بقى بالشكل شايفين؟ ايه رأيكم؟ يعني النتيجة روعة، ولسه كمان ما استويش بقى. هنشوف النتيجة في النهاية هتبقى حلوة قوي. وطبعا لازم بقى ناخد ايدينا كده بالشكل لما نسويه، علشان خاطر ناخد بقى الصبع الحلو نفس المحلات بالظبط. والنتيجة ان شاء الله باذن الله هتكون مرضية يا حبيب قلبي. يا ريت ما نستغناش عن اي بهار من اللي انا قلت عليه. البهار الكوبيبه الصيني او البهار الحلو بيبقى حلو في التتبيله دي قوي. طبعا احنا ما كترناش ملح ولا حاجه، احنا حطينا يعني معلقه ملح بس عشان احنا استكفينا بالملح اللي هو جواه. طبعا احنا نضفناه كويس خلاص من الملح. شايفين كده بالشكل ده يا حبيب قلبي. نفضل نسوي بقى بايدينا كده لما ناخد النتيجه الحلوه دي. طبعا هو بياخد معانا من 4 ايام ل 10 ايام، براحتك بقى خالص. لو انت عايزه تسيبيه 4 ايام ونشوف النتيجه عادي خالص، ممكن نسيبه. انا هسيبه اسبوع علشان خاطر يبقى كويس ويبقى استوى وتمام خالص. هسيبه متعلق بقى كده بالشكل وهوريه لكم ان شاء الله باذن الله بعد اسبوع يا حبايب قلبي، مع بعض ان شاء الله باذن الله خطوه بخطوه. ويا رب يا رب ما يحرمنيش منكم وتفضلوا دايما منورين حياتي. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بعد اسبوع. دلوقتي يا حبايبي انا فات على البسطرمه بتاعتي 10 ايام. انا سبتها 10 ايام عشان تكون افضل كمان. هقطعها بقى كده معاكم. توقعكم بقى اللون بتاعها من جوه. طبعا كل البسطرمه بتاعتنا ما كانت فاتحه ولونها حلو كده، ما تبقاش غامقه طبعا، بتكون افضل سوا ليها. وهوريكم بقى، سموا الله بقى كده وشوفوا الجمال. شايفين الجمال؟ حاجه حلوه قوي في البيت، مضمونه. وطبعا انت عاملاها بايديكي، ضامنه كل حاجه. وكمان جوده اللحمه وكل حاجه يا حبيب قلبي. طريقتها كانت سهله وبسيطه وعملتها معاكم من الاول. انا قلت لكم ان انا هقعدها اسبوع، بس انا الصراحه قعدتها 10 ايام بالظبط. يعني النهارده اليوم العاشر من يوم ما حطيتها في الملح. يعني اليومين بتوع الملح اللي هي قعدتهم فيها بحسبهم كمان معانا. فانتوا شايفين النتيجه حلوه قوي. هقطعها بقى كده. ويكون افضل يعني لو في سوبر ماركت جنب البيت او كده، او انت تعرفيه، ممكن بقى توديها له يقطعها لك بقى بالمكنه اللي هي بتاعه اللانشون دي. بيقطعها بقى حتت خفيفه خالص. بس انا هقطعها في البيت بقى وامري الى الله. هنقطعها بقى حتت خفيفه خالص يا حبيب قلبي بالشكل فعشان ما تاخدش وقت طويل واطول عليكم وكده هقطعها كلها واوريكم في النهايه. بس انا هقطع كام حته كده معاكم. شايفين الجمال؟ حلو قوي. انا بحاول اخففها على قد ما اقدر عشان اجيب نفس اللي من بره بالظبط بالشكل ريحتها جميله 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 بجد. ومهما اقول لكم قد ايه الريحه حلوه،
والطعم ان شاء الله باذن الله هيكون افضل كمان. هقطعها بقى كلها واوريكم شكلها كده في النهايه. ضغطها هي اخدت، ما خدتش وقت، بس ايه اخدت مجهود يعني، عايزه ضغطه جامده قوي من السكينه علشان الكفر دوت بيبقى ايه ناشف شويه كده، فالتعامل معاه بيبقى صعب. بس طبعا عشان مستويه وحلوه بيخرج معانا بكل سهوله. طبعا احنا هنحتفظ بيها في الفريزر. إيه عندي بقى ايه، هناخد كده نحط في طبق بالشكل دوت، ننضفها بقى خالص من اي زيادات بقى. الكفر دوت هو اللي بيحافظ عليها، وفي نفس الوقت ايه بيخليها تستوي السوى الحلو دوت. عندي بقى حطيت للتلاجة بقى كده، هنضفها بالشكل دوت وهرصها رص كده، وايه يعني هحطها في كذا واحده، واطلع بقى على قد الاستخدام بس. طبعا شايفين السوا بتاعها حلو قوي، كلها انا واخده نفس السوا وقطعتها، يعني التقطيعه حلوه برضه. هي طبعا مش زي المكنه، المكنه بتكون اخف من كده بكتير، بس هي حلوه. المكنه بتدينا الرفع الخفيف خالص ده. شايفين الجمال، ريحتها حلوه قوي وبجد تستحق التجربه. بهاراتنا حلوه وجميله يعني كل حاجه مظبوطه، وكمان يعني الملح بتاعها مش عالي قوي، مظبوط. كل حاجه تمام يا حبيب قلبي. هشيلها بقى في الحفاظات دي، وان شاء الله باذن الله هنعمل بيها افكار كتير حلوه. يعني اول حاجه هنعمل بيها فطار حلو قوي، وكمان هنعمل بيها جلاش، وهنعمل بيها مكرونه، هنعمل بيها حاجات كتير حلوه. وحاجه البيت بتبقى موفره وحلوه قوي، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كميه حلوه قوي. داخل بقى علينا رمضان ان شاء الله باذن الله، والحاجات دي طبعا اكتر حاجه يقدمها في السحور هي البسطرمه. كله بيعشق البسطرمه في رمضان، فهنعمل بقى فكره حلوه وجميله. وكمان المره الجايه هعملها معاكم بطريقه مختلفه خالص، وهجيب معاكم كل يوم يعني. بجد انا ما صورتش، كان نفسي اصور لكم اول يوم بتبقى لونها ايه، وتاني يوم وتالت يوم وكده، بس ما حصلش نصيب المره دي. المره الجايه ان شاء الله باذن الله يا حبايبي هجيب لكم من اول يوم ان شاء الله باذن الله لغايه يوم التقطيع. طريقه سهله وبسيطه وما خدتش اي وقت خالص. وكل اللي بتمناه من ربنا هي محبتكم ليا، ودعمكم ليا باللايكات وبالاشتراكات. وان شاء الله باذن الله يا حبيب قلبي كل يوم جديد في مطبخ رشا صبري. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي.